إلى موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع وهو برشلونة، حيث أن لويس سواريز لا شك بأن ما قدمه هذا المهاجم الأوروغواني في هذا الموسم يعتبر استثنائيا في مسيرته الكروية، وإن كان برشلونة سيدين بالفضل لأحد على ما حققه من ألقاب أو من لقب للليغا هذا الموسم، فلن يجد أحق من سواريز هذا النجم الذي تمكن من إعادة فريقه إلى سكة الانتصارات في الوقت المناسب من هذا الموسم. الآن نتابع تقرير عبد الحق سرحان. لويسيتو الهداف بعد سنوات عجاف عاش الأوروغواياني سواريز في البريمير ليج، لم يتمكن من حصد أي لقب عدا كأس الرابطة الإنجليزية اليتيمة مع الريدز. قرر الذهاب لمن معه ترفع الكؤوس في 11 من يوليو عام 2014، يوم تاريخي في حياة لويس سواريز، هو توقيع العقد مع برشلونة بقيمة 85 مليون جنيه استرليني. لم يلعب سواريز مبارياته الأولى مع البلوغرانا بسبب عض كتف كيليني في مونديال بلاد السامبا والبن البرازيل. جاءت أول مباراة له في الكلاسيكو، بعدها بدأ مشوار العضات في الملاعب الإسبانية. لويسيتو كما يحلو للجدة أن تنادي حصد الألقاب الخمسة: الليغا ذات الأذنين، كأس السوق الأوروبي، وكأس إسبانيا، وختمها بكأس العالم للأندية. وفي الموسم الثاني له أحرز لقب الدوري، وقد يكون كأس إسبانيا أيضا. أما الإنجازات الشخصية لسواريز بعد حصوله على هداف البريمير ليج ب 31 هدفا في موسم 2013-2014، وأفضل لاعب بكأس العالم للأندية. اليوم هو هداف البيتشيتشي في إسبانيا، وفك شراكة الحذاء الذهبي مع كريستيانو رونالدو ليحتكر الذهب لوحده هذا الموسم ب40 هدفا. كرة بلا حدود، عبد الحق سرحان، العراقية الرياضية. شكرا عبد الحق سرحان على هذا التقرير الجميل وعلى اللهجة المغربية الجميلة جدا. تقرير جميل، وسواريز بدأ يعني يتسيد كرة القدم الهجومية. من كان لاعب مع ليفربول، يعني ليفربول كاد ان يفوز بالدوري، يعني شفناه. الفارق ايضا من ابتعد عن ليفربول، شفنا ليفربول الى تراجع الى مراكز يعني متاخره.